أسماء بتقول أي فكرة أو أي مشكلة بمر بيها بتدخلني في مود مش تمام وبتخليني مقريفة. المود اللي مش تمام والأريافة اللي انت بتقول عليها دي يا أسماء هي اسمها حالة أنا دخلت فيها، والحالة دي علشان أخرج منها الحالة تانية ظريفة لازم أغير 3 أجزاء أو أتعامل مع 3 جزئيات. أول جزئية فيهم جزئية فكرة، لازم أطلع من الموضوع اللي هو قفلني دون فكرة ايجابيه انا اتعلمتها منه، يا اما هو فتح لي سكه شغل جديده، يا اما هو اكتشفت من وراه حاجه، يا اما هو وضح لي امر ما، يا اما انا خدت منه خبره معينه وتعلمت منه حاجه. كل ازمه انا بمر بيها او اي موضوع هو بيبقى من بره كده مزهقني، لكن لما بقعد بعقلانيه يعني واحده واحده كده مع نفسي بعرف ان انا اتعلمت منه كذا كذا كذا. فدي اول حاجه. الجزئيه التانية اللي بعد كده هي جزئيه المشاعر. العبي على اي حاجه تديكي مشاعر ايجابيه. ممكن يكون شخص معين انا لما بقعد معاه بيديني طاقه ايجابيه، ممكن يكون برفيوم معين لما بشمه بحس كده ان انا منتعشه، ممكن يكون ان انا محتاجه اسمع موسيقى معينه لما بسمعها بدخل في مود حلو قوي. شوفي انت ايه الحاجة اللي انت بتحبي ان انت بتغير مودك، بتغير مشاعرك. ممكن يكون ريحة ورد، يعني في حد اعرفه يقولي مجرد ما بتديني وردة خلاص الدنيا اتغيرت معايا. الجزئية الثالثة بعد كده هي جزئية السلوك. شوفي اي سلوك انت حابه ان انت بتعمليه بيغير. انت ممكن تنزلي تتمشي على الكورنيش، تنزلي البحر، تاخدي شاور وتغيري كده تسريحه، او تغيري البرفيوم بتاعك، او تغيري الميك اب بتاعك. بلبس لبس معين وبخرج مع اصحابي، بشوف اصحابي، بعمل تليفوناتي، بعمل. خدي اي اكشن يديكي طاقه ايجابيه، يديكي تغيير. ما تحبسيش نفسك جوه الحاله، اخرجي منها يا اما بفكره ايجابيه يا اما بشيء انت شايفه ان هو بيديكي مشاعر ايجابيه. ان انا بتعامل مع اشخاص ايجابيين، او بشم حاجه معينه، او بحب اعمل اي اكشن كده بيفرفشني كده وبيخرجني بره هذا المود. ال3 حاجات دول هم قادرين ان هم ينقلونا من مود لمود تاني خالص، يغيروا حياتنا كلها. فلو اي حد بيمر بحالة أريافة، بحالة رخامة كده في الجو، اعمل أي حاجة، غير فكرة، غير مشاعر، غير سلوك، هتتغير حياتك كلها وتبقى زي الفل. لو في أي حد عنده أي سؤال يكتب في الكومنتس واحنا إن شاء الله هنجاوب عليه. أشوفكم على خير.